قبل المباراة المنتظرة وقبل الفاينل المنتظر والشوط الثاني من البطولة، هنشوف الوداد والأهلي ايه الواجب عليه عشان يكسب البطولة، والوداد هيعمل ايه والأهلي لازم يرد ازاي. الوداد في ماتش العودة هيلعب بشكل مغاير تماما. إذا كان في الذهاب وفي استاد القاهرة لعب على الدفاع المتأخر والتحولات، فهو في العودة أكيد هيدور على الاستحواذ. أنا بشوف إن الماتش صعب جدا. إذا كان وهو بيلعب على التحولات أضاع الكم ده من الفرص، فما بالك لما يستحوذ. إذا كان الماتش صعب بس مش مستحيل، أنا بشوف إنه هيدخل بأوناجم من البداية، يلعب يمين مع العملود. الجبهة دي أصلا مزعجة جدا وفي الذهاب سببت مشاكل للأهلي. أكيد كولر اتفرج ولازم في العودة يعمل حسابه. تعالوا بقى شوفوا الوداد عمل ايه في الشوط التاني عشان الناس اللي بتقول الوداد خطف الجول ده حظ. لو رجعنا بالذاكرة شوية هنشوف ان الوداد في جول التعادل الاول اللي العملود جابه بدماغه ضد سان داونز، وكلنا استغربنا الراجل ده باك يمين ايه اللي جابه في الحتة دي. دي كانت تعليمات من سيفن المدرب بتاع الوداد انه يعمل زيادة عددية في المساحة دي، وتحقق ليه ما أراد وجاب التعادل. العملود ده بقى في الذهاب كان عامل مشاكل للأهلي، والفرص اللي ضاعت من الوداد أغلبتها كانت من العملود، وهو السبب في الجول أساسا. طب إزاي؟ تعالوا نشوف. الدقيقة 46 جبران عمل كرة طويلة وبيعملها كويس جدا للعملود اللي واخد تعليماته إنه يروح على معلول. محلل شاطر وعارف إنه معلول ضعيف دفاعيا وكانت خطرة وعدت فوق العارضة. الدقيقة 48 جبران تاني عملها لوب لزهير المترجي وعدت جنب العارضة. الدقيقة 54 اتعملت برضو عرضية من العملود تاني وراحت للحسوني، عملها روعة في البعيدة. الدقيقة 67 أخطر فرصة في المباراة وراحت ليحيى عطية الله وشاطها جت في القائم وطلعت بعقوبة، أساسا كان ممكن تبقى تعادل. الدقيقة 78 العملود دخل تاني في المكان اللي بقول عليه وشاط وشبير تألق وشالها. كل ده كان بمثابة جرس إنذار، وكل دي فرص ضاعت وكولر ما عملش اي تغييرات، فكانت نتيجة طبيعية ان الوداد يسجل التعادل من نفس المساحة اللي توغل فيها في الشوط الثاني، اللي هي نفس المساحة برضو اللي جاب منها جول في صن داونز من اخطاء متكررة. لما اتضغط على معلول وبعدين شتتها بغرابة شديدة تاني غلط، كأنه مصر انها تدخل جول. دخل العملود محدش قبله، ولا عبد المنعم ولا حمدي ولا حتى ديانج، كان جاي من ورا بوهيرة حطها صعبة جدا لا يسأل عنها شوبير اطلاقا. الاهلي لازم يهاجم هناك ويحط جون عشان فعلا الماتش ده صعب جدا جدا، والجبهة اليمين دي هتبقى جحيم على معلول الشحات اذا كانت بالشكل ده في مصر وعملت كده. وهنا خطتين تلعب بيهم عشان خاطر تواجه ده. اول واحدة هي 5-3-2 وتلغي المهاجم وتلعب على الفراغات خلف المدافعين، واتنين يبقوا قدام اللي هما حسين الشحات وبيرسيتاو. والتانية الطريقة المعتادة اللي هي 4-3-3. انا شايف انه كريستو لو لعب في خطة ال4-3-3 وغير الاماكن بينه وبين الشحات وبيرسيتاو بحيث انه يلعب كمهاجم وهمي، وده اللي كان بيعمله كلوب في ليفربول مع ساديو ماني وصلاح وفيرمينيو، وبيعتمد على السرعات والمهارات. ده غير الاجواء المشحونة اللي بتكون في شمال افريقيا واللي متعود عليها كريستو، وده اللي عمله فايرر مع موسيماني، تحدى حالة الطقس ونزل الافارقة كلهم في ماتش سان داونز وعرف يتعادل معاه هناك. والحاجة اللي ممكن تطمن ان فريق الوداد في اخر مباراتين كان ضعيف على ارضه وسط جمهوره، وده في الأدوار الإقصائية من البطولة. فهو فاز 1 على سيمبا وصعد بضربات الجزاء وما كانش ظاهر في المباراة كأداء، والماتش التاني تعادل مع سان داونز. غير كده هم داخلين المباراة وكلهم ثقة انهم اخدوا البطولة خلاص. وتاني حاجة ان الاهلي الموسم ده بيسجل خارج ارضه في كل المباريات باستثناء ماتش الهلال. ده غير ان الاهلي عودنا على انه بيعرف يجيب البطولة في اي مكان واي زمان، وبيلعب تحت أي ظروف. المهم العدالة التحكيمية ودي تحط تحتها 1000 خط، وبإذن الله الأهلي يجيب البطولة ونرجع منتصرين وناخد البطولة برغم الظروف وبرغم الضغط وبرغم التحكيم اللي حصل في ماتش الذهاب اللي ما تمناش إنه يرجع ويحصل تاني في ماتش العودة. وإن شاء الله البطولة أهلوية ونتقابل بعد المباراة في الاحتفال بإذن الله.